عليكم. معكم محمد ريسبونسابل في كويك ليفرازون. بالنسبه لكويك ليفرازون سوسيتي ديال لا ليفرازون عندها اكثر من 4 ديال الفروع في المغرب ديالها، وكنوصلوا اكثر من 300 ديستيناسيون في المغرب كامل. بليس دو سا كنقدروا اننا عندنا سيستيم اوتوماتيزي اللي تقدر انك تراكي فيه لي كوموند ديالك. بالنسبه للبايمون كندوزوه كل 24 ساعه كيوصلوا الناس فلوسها. عاد باش عاوتاني بالنسبه للناس اللي خدامين في السي او دي كاش اون ديليفري كنقدروا اننا نديروا لهم الغوتو والغيفوزي ولومبالاج. هادشي كامل كيبقى غراتوي، يعني ما غادي نربحوا حنا حتى يربح هو، يعني حتى كتليفرا لا كوموند ديالو عاد باش حنا كنربحوا. الا ما تليفراتش حنا ما كنتخلصوا حتى شي حاجه، يعني ما كتخسر حتى شي درهم. المهم جينا هنا للاي ماركت اكسبو، كن اكسبوزيو السيرفيس ديالنا للناس اللي عندهم علاقه بالاي كوميرس اللي محتاجين لا ليفرازون. عرض اللي تسليط الضوء على مختلف المجالات اللي عندها علاقه بالتجاره الالكترونيه، وحنا كنعرفوا العارضين كاين فيهم ديال لا ليفريزون، ديال الباكاجين، ديال لي بلاتفورم اللي كيخدموا بهم الشباب الاي كوميرس الى غير ذلك. الحضور الكريم، شكرا لكم بطبيعه الحال على الحضور ديالكم دليل على ان كل المؤسسات العموميه كتواكب دائما كل ما له علاقه بطبيعه الحال بالتجاره بالرقمنه. اليوم متواجدين في المعرض الافريقي للتجاره الالكترونيه. جينا نحضروا لافتتاح هذا المعرض بحكم اهميه هذا القطاع، قطاع الرقمنه، واللي يعني اعطينا ليه واحد الاهميه كبيره داخل الاستراتيجيه ديال الجهه، وكذلك في المضامين ديال البرنامج التنموي ديالنا اللي حنا على صدد تنفيذه. غادي نركزوا على هذا القطاع، لان الرقمنه بالنسبه لنا هي مجال المستقبل. ويعني الاي كوميرس ما تبين وبين لنا زعما يعني الايجابيات ديالو خلال هذه الفتره، ولو كانت فتره ازمه كوفيد، ولكن بينات انا الايجابيه ديال هذا القطاع. الاي كوميرس تطور في هذه الفتره هذه، بين عمل وبين القدرات ديالو كقطاع ديال التجاره الالكترونيه. مازال ما وصلناش يعني لذاك النيفو اللي حنا تنطلبوه، ولكن لنا الامل مع الشباب اللي تنشوفوا يوميا، مع الكفاءات اللي تنشوفوا يوميا، اننا غادي نقدروا نبنيو واحد يعني مستقبل مع جميع الفاعلين، جميع المتدخلين في هذا المجال هذا. أكدنا لهم اليوم أن الجهة ستكون يعني المواكب الأول والداعم الأول لهذا القطاع هذا، وهذا الشباب إن شاء الله اللي يشتغلوا في هذا المجال. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أستاذ إبراهيم، الشبكة المغربية لحقوق الإنسان. اليوم كنحضروا لواحد المعرض تجاري إلكترونية هنا في مدينة أكادير، والحمد لله حضر فيه السيد رئيس الجهة هو سي كريم شنقلي، وحضر فيه واحد ممثلين الوزاره، وحضر فيه واحد العدد ديال الرواسه. يعني هذا المعرض ديال الشباب الالكتروني الحمد لله كنلاحظوه حضروا فيه واحد العدد ديال افارقه، يعني الناس ديال برا، يعني هنا في المغرب الحمد لله الشباب ديالنا واحد العدد ديال الشركات الالكترونيه هنا في مدينه اكادير. والحمد لله كنشكروا الصحافه ديالنا اعلاميين، كنشكروهم يعني ديما كيتبعوا مشاغل في اكادير. السلام عليكم، معكم عصام الفرياطي مدير مؤسس المعرض الافريقي للتجاره الالكترونيه. دونك اليوم كان الافتتاح ديال هذه الدوره الاولى من المعرض الافريقي للتجاره الالكترونيه اللي كانت تنظم تحت اشراف وزاره التجاره والصناعه واشراف وزاره التحول الرقمي واصلاح الاداره. دونك هذا المعرض هذا اللي كينظم اللي كيضم مجموعه من الشركات في هذا المجال ديال التجاره الالكترونيه اللي كتقدم مجموعه من الخدمات. دونك عرف مشاركه من مجموعه من الشركات اللي كتعرض خدمات في مجال التسويق، مجال التوصيل، مجال الاداء عبر الانترنت، مجال الاشهار، مجال التسويق الرقمي، يعني مجموعه من التخصصات اللي كيحتاجها البائع الالكتروني يعني الاي كوميرسون. دونك هنا كانت لقاء اللي كيضم جميع هاد الشركاء اللي يقدروا يكون شريك البائع في مجال ديال التجاره الالكترونيه. فوالا اليوم كان الافتتاح بحضور السيد رئيس جهه سوسماسا ورئيس غرفه التجاره والصناعه والخدمات واطر غرفه اطر وزاره التجاره والصناعه، وكذلك اطر
السيد رئيس الاتحاد العام للمقاولات المغرب اللي جات سوسماسا. فوالا دونك اليوم عرف حضور كثيف المجموعه من الزوار اللي جاوا باش يكتشفوا هذه الخدمات اللي كنخدمها مجموعه من الشركات. ما تنسوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديده. ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.